السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار على طول. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ايه الفرق ما بين كلمه لايف تمام وكل مشتقاتها بقى، يعني كل حاجه اي حاجه بضيفها لكلمه لايف هنتكلم عنها النهارده. يعني كلمه لايف ولايفز ولايفنج ولايفلي ولايف اللي بالاف ماشي، وواحده مره بالفي ومره بالاف. هنتكلم عامه عن كل حاجه والايف كمان يعني كمان ماشي، ودي يعني ماشي. فانا النهارده هنتكلم عن الكلمات دي كلها وهنقول الفرق ما بينهم وهندي امثله عليهم تمام. فقبل ما نبدا الفيديو مش تعملوا لايك للفيديو، ولا انا قلتها في الاول؟ انا قلتها صح؟ ما شاء الله. نبدا، يلا بقى نبدا الفيديو. اول حاجه كده الكلمه دي ممكن تيجي على مرحلتين، يعني ممكن تيجي على نمطين، ممكن تيجي كفعل فعل وممكن تيجي كادفيرب، يعني ممكن تيجي كحال. طيب تعالوا ناخدها الاول. لو هي كانت فيرب فعل، طيب هتبقى معناها ايه؟ يعيش او يسكن ماشي. طيب الفيرب ده اللي هو يعيش او يسكن ده بيجي معاه 3 حروف جر بالظبط ماشي. ممكن يقول لايف ان يعيش فيه، ممكن نقول، طب خلينا معاني في الاخر ماشي. اول حاجه ان ويز واون، ان ويز واون تمام ماشي. لايف ان منطقي جدا، يعيش فيه يجي بعدها ايه؟ اكيد هيجي بعدها مكان صح. مثلا لو انا قلت I am مثلا، لا ما فيش am بقى، ما انا عندي فيرب ماشي. انا هحط فيرب تو بي يا اما احط الفيرب نفسه، فاهماني؟ يعني انا غلطت لما انا جيت قلت I am، المفروض اقول I live على طول ماشي. فانا هقول I live مثلا in كايرو، يعني انا بعيش في القاهره، فان جه بعدها مكان ماشي. دي سهله. هنا 3 حروف جر قلناهم، ان او ويز. تعالوا ناخد حرف الجر ويز. لو انا قلت مثلا I live with my family، يعني انا بعيش مع عائلتي او مع اسرتي، فجه بعد ويز الاشخاص اللي انا بعيش معاهم ماشي. فويز بيجي بعدها الاشخاص، وان اللي قلناه في الاول بيجي بعديها المكان. قلنا بقى قلنا دي ليها 3 معاني مهمين جدا وتحفه، يعني في معنى كده فيهم تحفه بجد، يعني معنى جميل جدا. ايه هي؟ live on ممكن نترجمها ترجمه حرفيه، ممكن نقول ان هو بيعيش في الطابق مثلا التاني، الطابق الاول، يعني بيعيش في الدور التاني، بيعيش في الدور التالت كده يعني. ممكن كمان تيجي بمعنى يتغذى على، ومعنى ده تحفه بجد. يعني ممكن اقول I live on مثلا fish، يعني انا بتغذى على الاسماك. او ممكن نقول مثلا بولار بي، يعني الدب القطبي lives on fish، يعني الدب القطبي بيتغذى على الاسماك ماشي. فكده live on ليها 3 معاني. ممكن نقول ان هو في الطابق الفلاني، او يعيش او يسكن في الطابق الفلاني، او ممكن نقول بمعنى يتغذى على، وممكن كمان تيجي بمعنى يعتمد على. مثلا لو قلت she live on second floor، يعني هي بتسكن او بتعيش في الطابق الثاني، ده الترجمه الحرفيه. live on يعني في طابق يعني بيعيش في الدور كذا ماشي. او ممكن يجي بمعنى يتغذى على. طيب كده خلاص خلصنا من live اللي لو جت بمعنى يعيش او يسكن، لو جت فيرب. طب لو جت مثلا live دي بقى جت adverb، لو جت حال تبقى معناها ايه؟ تبقى معناها حاجتين، ممكن تكون معناها مباشر او ممكن تيجي بمعنى لايف ماشي، اللي هو البث مباشر. يعني مثلا لو في التلفزيون مثلا لو بتفتحوه او كده هتلاقوا مثلا المذيع او المذيع مثلا لو مثلا بيتكلم دلوقتي حالا هتلاقوا مثلا مكتوب تحت هنا كده او فوق مثلا شريط احمر مثلا مباشر، يعني هو بيذاع حاليا، فده حال ماشي. فنقدر وقتها مثلا نقول هو طالع لايف، يعني هو طالع بث مباشر ماشي. طب انا بقى لو حطيت لها في الاول، لو انا قلت alive ساعتها هنا هتكون adjective، يعني هتكون صفه ومعناها على قيد الحياه، بيساوي كلمه خدناها في اولى او الترم الاول، لا خدناها في الترم الاول كلمه survived يعني على قيد الحياه. قلنا بقى تعالوا كده نفكر نفسنا او نفكر بعضنا يعني بالكلمات دي. survive معناها يعني يبقى على قيد الحياه، يعني دي الفيرب نفسه. survival اللي هي ايه اللي في الاخر دي معناها النجاه نفسها، دي النون. لو انا قلت survived اللي اخرها دي معناها adjective، معناها قيد، يعني حي او على قيد الحياه، بوصفه ان هو حي ماشي. في بقى جمله عايزه اقولها لكم. لو انا قلت مثلا he is alive person، يعني انا عايزه اقول ان هو شخص على قيد الحياه، هي الجمله دي صحيحه ولا غلط؟ الجمله غلط. ليه بقى؟ علشان انا مينفعش لما احب احط عندي صفه مينفعش اجيب بعدها اسم وهي قبلها او ان. يعني الصفات التي تسبق باء او ان لا تتبع بالاسماء، يعني ما ينفعش انا عندي هنا alive ماشي، يعني على قيد الحياه، هي قبلها ما ينفعش اقوم احط بعدها نون ماشي.
طيب المفروض كنت اقول ايه بقى؟ he is alive، يعني هو على قيد الحياه، بس من غير كلمه بيرسون. ماشي. في حاجه بقى معلومه عايزه اقولها لكم برده في الانجليش عامه. انتوا شايفين كلمه لايف اللي هي الاصليه خالص دي معناها يعيش او يسكن، دي فيرب. لما انا ضفت لها اتحولت لصفه، اتحولت لايه؟ alive اللي هي على قيد الحياه. طيب ناخدها قاعده بقى، ان اي فيرب في حياتنا عامه لما بضيف له بيتحول لصفه. ماشي. اي فعل في انجليزي لما بضيف له بيتحول لصفات. بصوا هي الافعال غالبا، ماشي، مش كل الافعال، بس اغلب الافعال لما بضيف ليها بتتحول لصفه. طيب نرجع تاني للكلمه الاصليه خالص. انا عندي كلمه ليف وانا عماله العب فيها، ماشي، عماله اضيف لها حاجات في الاول حاجات في الاخر، وبنشوف معناها هيكون عامل ايه وبنفرق بينها وبين الكلمات التانية. طيب الكلمه الاصليه عندي اللي هي كلمه ليف اللي هي بمعنى يعيش او يسكن، لو انا قلت ليفز يعني لو ضفت لها هتبقى معناها ايه؟ هتتحول لنون، تكون اسم بمعنى الارواح او الحيوان اللي هي جمع كلمه حياه. يعني مثلا المثال ده لو انا قلت fireman saved many، هقول بقى وقتها lives. تمام. يعني هو رجال الشرطه، بصوا fireman يعني رجل الشرطه مان، لكن لو قلت firemen من بتكون جمع يعني رجال الشرطه. فانا قلت هنا ان رجال الشرطه حافظوا على ارواح الناس او الارواح عامه او الحيوانات، ماشي، حياه الاشخاص يعني وكده. yesterday، ماشي، باقي جمله yesterday، ماشي. فهنا جاي بمعنى ارواح، جاي هنا بمعنى ارواح اللي هي نون يعني هي اسم. كلمات مهمين جدا تعالوا نحفظهم برضو. كلمه سول يعني نفس، ماشي. كلمه سبرايت يعني معناها روح، طبعا يعني هي روح زي نفس، بس يعني دي اسمها نفس ودي اسمها روح، فتفرق برضو يعني دي نفس ودي روح، ماشي. طيب سول معناها نفس، وسبرايت معناها روح. طيب ما حدش سأل مثلا السؤال ده او خطر على باله السؤال ده، ان كلمة لايفز ده اللي هي معناها ارواح، مفردها ايه؟ ما انا قلنا مفردها يعني هي روح، ارواح او حيوات، مفردها حياة. طب هي حياة بالانجليزي يعني ايه؟ معناها لايف. طبعا هنروح للكلمة دي بقى، ويعني جايه لنا في السكة هي اللي بنقولها يعني، ماشي. كلمة لايف اللي هي بالاف، لايف اللي بالاف دي معناها حياة وجمعها لايفز. طب ايه اللي جاب ده؟ بصوا في كلمات اللي اخرها اف اي بتجمع بفي اي اس. بصوا خدوا القاعده دي، اي اسم اخره اف او اف اي زي كلمه لايف معناها حياه، بتكون جمع الكلمات دي في اي اس اخرها كده، في اي اس، زي كلمه لايف لايفز، نايف سكينه، نايف، وايف وايفز، تمام. وايف اللي هو زوجه، بعد كده جمعها زوجات، وولف وولفز. كل الكلمات دي اخرها اف، وفي منهم اف اي. ولايف اللي زي المثال بتاعنا لايف لايفز. هما بقى جمعوها في جمله كده عشان نفتكرها. قالوا وايف لو مسكت نايف يعني الزوجه لو مسكت السكينه هتقلب وولف يعني هتقلب ذئب، وهتاخد يور لايف يعني وهتاخد حياتك، ماشي. طبعا هو مستر قالها يعني، ماشي، فهم يعني مجمعينها في الجمله دي علشان نفتكرها، ماشي. فاي كلمه من دول يعني كل الكلمه اللي انا لسه قايلها دي بتكون اخرها اف او اخرها اف اي وجمعها في اي اس، ماشي. زي كلمه لايف uncountable يعني لا تعد، هي اسم لا تعد، ما ينفعش اقول مثلا دي حياه مفرد، لا تعد، وهي هنا معناها حياه بس بوجه عام يعني حياه مطلقا، الحياه عموما. مثلا لو قلت work is life يعني العمل هو الحياه، ماشي. فالحياه بوجه عام عامه يعني. مثلا كمان لو قلت life is difficult يعني الحياه صعبه، هي فعلا صعبه يعني، ماشي، بس فهي الحياه اقصد هنا ان الحياه بوجه عام عامه. طيب في تركيبتين كده عايزين ناخد بالنا منهم، ان كلمه لايف هل ينفع احط قبلها ان عارفين ان كلمه لايف اسم لا تعد، وهنا قلنا في الفيديو اللي فات ان الاسماء التي لا تعد لازم نحفظهم حاجتين، يعني لازم نعرف حاجتين عنهم. ان اول حاجه ان لا تسبق ولا ما ينفعش احط قبلها حاجه ان بتاخد دايما فعل مفرد. كلمه لا تعد او اي اسم لا يعد دايما بحط معاه از مش ار، بحط معاه داز مش دو، دايما بياخد معاه فعل مفرد لان هو اسم لا يعد، فبعامله بمعامله المفرد. من الاخر يعني ما ينفعش تلزق على طول في كلمه لايف، ممكن يجوا مع بعض بس يكون ما بينهم صفه، يعني a beautiful life يعني الحياه الجميله، an easy life ما ينفعش اقول easy، تمام. انتوا عارفين ان دي حرف متحرك، ما ينفعش اقول لان كمان برضو حرف متحرك، فعايزين نفصل ما بينهم فبنحط ماشي. طبعا كلنا عارفينها يعني، ماشي. فاقول an easy life يعني الحياه السهله، استغفر الله العظيم. وقتها احط او ان مع life اللي هي بالاف،
بس ما تكونش لازقه فيها وراها على طول، لازم يكون ما بينهم فاصل اللي هو ايه، اللي هو الصفه، وهتكون وقتها وصف نوع معين من الحياه. يعني بوصف ان الحياه جميله، بوصف ان الحياه سهله، فبتكون وصف معين مش وصف عام، او مش الحياه عامه زي كلمه لايف لوحدها. لما جيت قلت a beautiful life فانا وصفت الحياه بحاجه معينه، ماشي. فالقاعده يعني نخرج منها بقاعده ان كلمه بعد كده adjective بحط بعديها صفه بلس لايف، ماشي. ما ينفعش اقول لايف على طول وراها على طول، ما ينفعش يتلاقوا بعض على طول، لازم يكون ما بينهم صفه. في قاعده كمان عن كلمه لايف وهي the life of، بيجي بعديها الشخص نفسه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ما اجي اقول the life of مجدي يعقوب، يعني حياه دكتور مجدي يعقوب. the life of دكتور مجدي يعقوب يعني حياه دكتور مجدي يعقوب، فانا بتكلم عن حياته عامه. مثلا مين تاني؟ مثلا the life of احمد زويل او دكتور احمد زويل برضو، ماشي. فانا بتكلم عن حياه، انا هنا بتكلم عن حياه دكتور احمد زويل، او احمد زويل دكتور، صح؟ ماشي. بتكلم عن حياه الشخص ده او حياه الانسان ده اللي بتكلم عنه. نرجع تاني ان كده خلاص خلصنا كلامنا كله عن كلمه لايف اللي بالاف. تعالوا نرجع تاني لكلمه ليف اللي هي بالفي. لو انا حطيت لها اي ان جي ليفينج معناها ايه؟ معناها العيش او المعيشه، برضو ناون. لو قلت مثلا ليفينج روم يعني اوضه المعيشه او غرفه المعيشه، ليفينج ثينجز يعني الكائنات الحيه. هنا ليفينج وقتها مش ناون بقى، هنا ليفينج صفه adjective لكلمه ثينجز، ماشي. هي ليفينج عامه لوحدها كده بتكون معناها العيش او المعيشه، لكن لما انا قلت ليفينج ثينجز يعني الكائنات الحيه اللي هو انسان بقى ونبات وحيوان والكلام ده كله، فبتكون وقتها ليفينج دي مش ناون، دي صفه لكلمه ثينجز. لان انتوا عارفين دايما الصفات بتطبع تطبع بالاسماء، صفات بيجي بعديها اسماء، ماشي. يعني لما احب اوصف الاسم بحط له صفه. عارفين برضو لما احب اوصف الفعل بحط له حال. في كلمه مهمه جدا بتيجي في الترجمه، كلمه living standard يعني مستوى المعيشه. 3 كلمات معناهم مستوى، كلمه ليفل معناها مستوى، وكلمة ستاندر معناها مستوى، وكلمة كريتيريوم معناها برضو مستوى او مقياس او معيار. كلمة ليف لو انا حطيت لها واي، لو انا قلت لايفلي دي وقتها هتكون adjective معناها مليء بالحيوية. خدوا بالكم معناها مليء بالحيوية، غير كلمة فايتال يعني حيوي. لكن كلمة لايفلي لما بحط لها واي معناها مليء بالحيوية. يعني ايه مليء بالحيوية؟ يعني نشيط، ماشي، اكتف كده، ماشي، رايح جاي بيشتغل، مش اللي هو كسول وكده زينا يعني ماشي. فكلمة لايفلي يعني معناها مليء بالحيوية. ليها يعني في كمان كلمتين معناهم حيوي او نشيط. كلمة اكتف اللي كلنا عارفينها، في كمان كلمة اسمها energetic معناها برضو نشيط. لو قلت مثلا my grandfather is lively so he is 70، تمام. انا طبعا مش بعرف انطق الارقام بالانجليزي، فانا عايزه اتعلمها ان شاء الله في الاجازه، ماشي. فلما بكون بنطق بالعربي عادي كانكم ما سمعتوش حاجه، ماشي يبقى كده 70 صح، 20 يعني 20، 30 يعني 30 صح، فالمفروض تبقى 70، ماشي. also he is 70، ماشي، كانكم ما سمعتوش حاجه في الاول، كاني ما قلتش حاجه يعني، ماشي. ف انا بقول ان هنا يعني جدي هو نشيط بالرغم ان هو عنده 70 سنه، فهو عنده 70 سنه المفروض يكون بقى اللي هو كبير بقى وعجز منه ومش قادر يمشي وكده. لا، انا هنا في تناقض، خدوا بالكم. كلمه اولزو بتكون دايما بتعبر عن التناقض، يعني مثلا يعني عارفه ده كذا بالرغم من كذا هو كذا، بالرغم من عمل كذا ده هو كذا، فاهماني؟ الجملتين متناقضين، يعني دي عكس دي او في تناقض كده، فاهماني؟ اللي هو تقولوا ازاي، فاهماني؟ ماشي يعني، ماشي اكيد فاهمين وانتوا طبعا عارفين ان دايما الصفه بيجي قبلها verb to be. هنا شايفين كاين my grandfather is lively، يعني هنا في is verb to be بعد كده جه بعدها الصفه. اقول الجمله دي وامشي؟ لا، في قاعده ان اي كلمه اي verb احط له ly تتحول لصفه. زي كلمه مثلا love معناه يحب، lovely يعني محبوب، فدي كده صفه، ماشي. live معناها يعيش، lively معناها ايه؟ معناها مليء بالحيويه، تحولت لصفه. اي واي مع فيرب، اي واي مع فعل بتتحول لصفه. قلنا من شويه كلمه alive اللي هي على قيد الحياه. في كمان لو انا حطيت لها او، يعني قلت اوليف يعني زيتون، ماشي، اللي بيتاكل ده، ماشي. لو انا قلت اوليفز يعني زيتونات جمع زيتون وزيتون يعني زيتونات تقريبا، ماشي. زيتون عامه، اوليف يعني زيتون، الايف يعني على قيد الحياه. بس يا جماعه كده الفيديو خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا منه. ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار على طول. سلام.